ياغوز لتقريان بريتا بالمريبو ياغو بديت ما تليم وفناس كرم فديبو تبو ياغوز لتقريان بريتا بالمريبو ياغو بديت ما تليم وفناس كرم فديبو يا برجي أنا من بشكي بيدس بيدك يا برجي أنا من بوير اف ام. هذا البرنامج برعاية هيئة الصحة المحلية المدعومة من منظمة دولية إنسانية طبية غير حكومية تعمل في مناطق الإدارة الذاتية شمال وشرق سوريا. من شرين برج أورين تبيبة جوي بجنال هب هاتي جوي كني بريبة كسي من شرين برج أورين تبيبة جوي بجنال هب هاتي جوي كني بريبة أو دبولي بنازك بهنجي بوجزو أو دبولي بنازك بهنجي بوجزو بهشكرم جفرة هردو دي من وكسبا ما تشكم ستيرا نفشو خجوزين جديد ناويد التيرا بري هيفي لمبايبو ما تشكم ستيرا نفشو خجوزين جديد ناويد التيرا ودم رادم بيبي بوير اف ام. هذا البرنامج برعاية هيئة الصحة المحلية المدعومة من منظمة دولية إنسانية طبية غير حكومية تعمل في مناطق الإدارة الذاتية شمال وشرق سوريا. بديت ما تليم وفناس كرم وديبو بيبو ياغو لتقريام بريتا دلمريبو ياغو بديت ما تليم وفناس كرم وديبو يا برجي أنا من بشكي لي دست بذكر يا برجي أنا من بوير اف ام. هذا البرنامج برعاية هيئة الصحة المحلية المدعومة من منظمة دولية إنسانية طبية غير حكومية تعمل في مناطق الإدارة الذاتية شمال وشرق سوريا.
يسعد أوقاتكم مستمعي ومتابعي إذاعة بوير اف ام بحلقات جديدة من برنامجكم الخاص عن الصحة النفسية والجسدية. معي أنا من وراء المايك إعدادا وتقديما شيف حسن. عم تسمعونا عبر الموجة 103.5 من قامشلو وريفها، وعبر البث المباشر لصفحتنا على موقع الفيسبوك بوير عربي. عم بترافقونا مشاهدة. موضوعنا اليوم طبي ومهم حقيقة، وهو الكوليرا. وللحديث حول هالموضوع معنا بالاستديو الدكتور سالار عبد الله. يسعد صباحك دكتور. يسعد صباحك ويسعد صباح السادة المشاهدين جميعا. أهلا وسهلا فيك. بداية دكتور ومتابعينا الكرام، نستمع سوا للمقدمة التعريفية يلي أعددناها حول موضوع حلقتنا، وبنرجع لنبدأ حوارنا مع الدكتور سالار. تفضلوا. الكوليرا أو ما يسمى طبيا بضمة الكوليرا هو مرض ينتج عن عدوى والتهاب معوي حاد، ويسبب إسهالا شديدا وجفافا لدى الشخص. في معظم الأحيان يكون المرض ناجما عن شرب مياه ملوثة أو تناول طعام ملوث ببكتيريا الضمة الكوليرية. ومن أعراض الكوليرا الإسهال، وقد يسبب فقدانا كبيرا لسوائل الجسم، الغثيان والقيء، وذلك في المراحل الأولى من الكوليرا، ويمكن أن يدوم لساعات. الجفاف، ويحدث بعد ساعات من ظهور أعراض الكوليرا، وتتراوح حدته من بسيط لحاد. وتقول منظمة الصحة العالمية أن تقديرات الباحثين تشير إلى أن أعداد الإصابات السنوية بالكوليرا تتراوح ما بين 1.3 إلى 4 ملايين إصابة، في حين نسب الوفيات تتراوح ما بين 21,143 وفاة في جميع أنحاء العالم. وأبلغت الصحة العالمية عن أول تفشٍ للكوليرا في سوريا عام 2022 بعد 10 سنوات من عدم تسجيل أي إصابة، منوهة بوجود بلاغات عن الآلاف من الإصابات بالكوليرا في سوريا، وما يقارب من 100 حالة وفاة في جميع أنحاء البلاد. من جديد يسعد صباحكم مستمعينا وصباحك دكتور سالار. يسعد صباحك. بداية وقبل ما نتناول موضوع الكوليرا، خلينا نسلط الضوء على حالات الإسهال. دكتور سالار، ما هو الإسهال طبيا؟ الإسهال طبيا هو زيادة عدد مرات التبرز لأكثر من 3 مرات خلال 24 ساعة، يرافقه تغير بشكل وقوام ولون الإسهال، حيث يصبح سائلا وإما مخاطيا أو مدمى أو مائي، بكميات قليلة أو كبيرة، ولمدة قد تزيد عن أسبوعين. كيف فينا نصنف حالات الإسهال دكتور سالار؟ الإسهال يمكن أن نصنفه إلى إسهال مدمى وإسهال غير مدمى. هناك أسباب وعوامل ممرضة تؤدي لحدوث الإسهال لدى الأشخاص. لو نسلط الضوء على هذه الأسباب والعوامل. لقد صنفنا قبل قليل الإسهال إلى مدمى وغير مدمى. بالنسبة للإسهال المدمى قد يكون المسبب جرثومي وقد يكون طفيلي. بالنسبة عند الإصابة بالتهاب الأمعاء المدمى الجرثومي تكون الجراثيم المتهمة أما الشيجيلا أو السالمونيلا أو العطيفة الصائمية أو الإيكولاي. أما عند الإصابة بالتهاب الأمعاء المدمى الطفيلي فيكون الطفيلي المسبب هو الأميبات، مسببا داء الأميبات. بالنسبة للإسهال الغير المدمى السبب الأشيع هو فيروسي. فمعظم الانتانات المعوية التي تسبب إسهال غير مدمى هو فيروسي. 60% من الحالات تكون فيروسية المنشأ. الفيروسات التي تسبب هي الفيروسات المعوية وفيروسات الروتا. وقد يكون الإسهال المدمى سببه جرثومي أيضا، مثل جراثيم السالمونيلا الغير التيفية والإشريكية القولونية والكوليرا. وهناك حالات يكون الإسهال مرافقا لأمراض أخرى، لأن الإسهال كما نعلم هو عرض وليس مرض، مثل التهاب الأذن الوسطى والحصبة والانتانات التنفسية بتغير فصول السنة. في هذه الأمراض كمان نلاحظ وجود الإسهال بين الأعراض. وهناك حالة مهمة جدا يجب التنويه عليها، الإسهال المعزول بعمر الرضاعة، بعمر الأطفال بعمر الرضاعة الطبيعية.
يأتي طفل إلى العيادة الطبية، الأم تقول أن لديه إسهالات، نقوم بفحص الطفل، لا نتوجه إلى وجود إسهال عضوي، أي مثلا المسبب لا يكون جرثومي ولا يكون فيروسي ولا يكون طفيلي. فنحن أمام حالة نسميها إسهال حليب الأم. يكون في مشكلة بحليب الأم. التركيبة الفيزيولوجية والعضوية لحليب الأم تسبب الإسهال اللي عند هذا الطفل. أقصد بالمعزول، الإسهال المعزول في هذه الحالة المسبب لا يكون جرثومي ولا يكون طفيلي ولا يكون فيروسي ولا يكون مرافق لأمراض أخرى. هنا يتم متابعة حالة الأم. إسهال حليب الأم هي حالة طبيعية إذا كان هناك زيادة في وزن الطفل عند المتابعة الدورية في مراكز الرعاية الصحية الأولية وفي العيادات الطبية، عيادات الأطفال. إذا كان هناك زيادة في وزن الطفل فالحالة تعتبر طبيعية. صحيح. دكتور، خلينا نتحدث عن الكوليرا. الكوليرا هي من الأمراض التي تكون فيها حالة الإسهال، هي العرض الرئيسي للمرض. نعرف أكثر منك، ما هو مرض الكوليرا؟ الكوليرا هو من الأمراض الخطيرة ومن الأمراض المعوية المعدية. تسببها جرثومة ضمة الكوليرا أو الهيضة نسميها، أو يسمونها الكوليرا الآسيوية. تسبب إسهالا حادا مائيا يشبه ماء الأرز وهو مميز له. إسهال ماء الأرز مميز لداء الكوليرا. دكتور، شو هن الأعراض اللي بيكون بادين على الشخص المصاب بالكوليرا، ومتى بتظهر هالأعراض؟ تمام. الأعراض تكون المميز هو الإسهال. الإسهال يكون حاد، وممكن ترفع حروري، ممكن نقياء أو بدونه، والمريض يصبح لديه وهن وتجفاف، والأعراض تكون ذات تدهور سريع. يعني خلال ساعات فورا المريض بيفوت بتجفاف إذا ما تم تدوير، يفقد كميات كبيرة من السوائل. نعم. فترة الحضانة دكتور، إمتى بتبين الأعراض؟ فترة الحضانة هي 10 أيام تقريبا. في هذه الفترة يكون المريض ناقل للمرض، ولكن الأعراض لسه مظاهرة عليه. يعني شخص ما بيكون مدرك أنه عنده إصابة بجرثومة الكوليرا. يكون مدة الحضانة 10 أيام، قد تكون 10 أيام. الأعراض غير ظاهرة ولكنه ناقل للمرض. مع بروز الأعراض بيبين أنه الشخص عنده حالة صحية بتستوجب أنه الاستشارة والانتباه أو مراجعة الطبيب حسب كمية أو عدد مرات الإسهال اللي هو عم يخرج خلال اليوم. عنا استطلاع دكتور أجره زملائنا فريق راديو بوير مع عدد من الناس، سألوهم حول موضوع حلقتنا، نستمع للآراء وبنرجع لنتابع الحوار. اتفضل. أكيد سمعنا بمرض الكوليرا، ما هو مرض كتير مشهور. طبعا هو مرض بكتيري بينتشر بسبب المياه الملوثة. طبعا أعراضه كتيرة، بس أهمها الإسهال الشديد، ولازم مراجعة الطبيب لما الشخص يشوف إنه عنده حالة إسهال شديد. كمان من أعراضها في الغثيان، القيء والجفاف، في كمان تقلصات مؤلمة بالعضلات. طبعا هالمرض احتمال بيكون قاتل إذا ما تم علاجه. بينتشر بكتير أماكن، لكن أهم الأماكن اللي ينتشر فيها أو المناطق أو البلدان اللي ينتشر فيها هي المناطق والبلدان الفقيرة يلي تفتقر لسبل النظافة الأساسية. في كتير طرق للوقاية منه، بس أهم هو غسل اليدين بالماء والصابون بشكل متكرر. نعم، سمعت عن الكوليرا، وهو مرض بكتيري عادة ما ينتشر عن طريق الماء الملوث، وتتسبب الكوليرا في الإصابة بإسهال وجفاف شديد. ومن أعراض عدوى الكوليرا الجفاف، الإسهال، التقيؤ، والكثير من الأعراض الأخرى. والوقاية بكل تأكيد هي غسل اليدين والمحافظة على النظافة الشخصية والابتعاد عن المأكولات البحرية والملوثة. الكوليرا هو مرض بكتيري ينتشر عن طريق الماء الملوث، ومن أعراضها الإسهال والجفاف الشديد. عشان الوقاية لازم نغسل إيدينا باستمرار بالصابون، وخاصة قبل الأكل. والشرب الماء أهم شيء إنه يكون معقم. ما لازم ناكل المأكولات النيئة، لازم يكون مطبوخ بشكل جيد. وكمان من طرق الوقاية الالتزام بالفواكه والخضروات التي يمكنك تقشيرها بنفسك.
بيصير معهم إسهال مزمن وحاد كتير. هذا الإسهال بيسبب جفاف أو نقص بالسوائل بجسم الإنسان، بسبب غثيان يعني الشخص بيضل يراجع ساعات كتيرة من بداية إصابته بالكوليرا. طرق الوقاية كمان يعني ما بعرف، يعني نحن كلياتنا فينا نبلش من حالنا ومن بيوتنا ونكون واعيين لهذا المرض، ومثل ما بيقولوا درهم وقاية خير من قنطار علاج. يعني نحن لازم ما نشرب مياه مستعملة أو غير مؤمنة أو غير نظيفة، يعني فيها النسبة من التلوث. كمان يعني إنه دائما لازم يكون في عنا التزام بغسل اليدين بالمي والصابون، يعني أقل شيء 20 أو 25 ثانية. كمان إنه نحن ما لازم ناكل أكل مكشوف، يعني معرض للحشرات وللذباب ولهالقصص كلياتها. الاهتمام، يعني نضل مهتمين بنظافة بيوتنا، وخاصة دورات المياه والأماكن اللي سلة القمامة اللي نحط فيها القمامة بالبيت، كمان لازم نغيرها بشكل يومي، وما نخليها أنه تضل بالبيت وتطلع ريحتها ويجي يعني دبان أو صراصير أو هاي الأشياء. بالنسبة لمرض الكوليرا يعني أكيد سمعنا عنه كتير، سمعت عنه وقرأت عنه كتير. طبعا هو يحدث نتيجة انتقال الجراثيم من النفايات مثلا أو مجاري المياه، مجاري صرف الصحي اللي تكون يعني بالأخص تكون فيها مرمي النفايات من فترات طويلة، يحدث فيها تعفن، ومن هالشغلات اللي تسبب انتشار الأمراض والبكتيريا. أعراض هالمرض هي أكثر شيء يعني إسهال متواصل يكون، أو ممكن آلام بالبطن أو الأمعاء، هاي من أهم أعراضها. الكوليرا هو مرض بكتيري بينتشر عن طريق الماء الملوث. من أعراضه الإسهال والجفاف الشديد. مشان الوقاية لازم نغسل إيدينا باستمرار بالصابون، وخاصة قبل الأكل، وشرب الماء أهم شيء أن يكون معقم. من جديد يسعد صباحكم مستمعي ومشاهدي إذاعة بوير FM. بنتابع حوارنا مع الدكتور صالار عبد الله. دكتور، استمعنا للآراء اللي واردة بالاستطلاع، كيف شفت آراء الناس؟ آراء الناس كتير جيدة، عندهم ثقافة جيدة لمرض الكوليرا، وهذا الشيء مشكورين فيه الناس بسبب متابعتهم لصفحات التواصل الاجتماعي الطبية وجهود التثقيف الصحي في مراكز الرعايات الصحية، لأنه عندهم زيارات دورية للمدارس وللكومينات ولمخيمات اللجوء، فلهيك عم نشوف أنه في نوعا ما ثقافة طبية جيدة لدى المجتمع. نتحدث عن طرق الانتقال. دكتور، كيف تنتقل هذه الجرثومة، جرثومة الضمة الكوليرية، بين البشر؟ لو توضح لنا طرق الانتقال وما هي البيئات الحاضنة لهذه الجرثومة. تنتقل جرثومة ضمة الكوليرا عن طريق تناول الطعام والماء الملوث بهذه الجرثومة. البيئات المائية والمستنقعات والعوالق والمأكولات البحرية تكون مستودع لهذه الجرثومة. هلا بالاستطلاع كمان دكتور كان في رأي يتحدث عن المأكولات البحرية. هون شو بيتطلب ليحموا حالهم في حال إذا كان وارد إنه يكون في كوليرا بالمنطقة فيما يتعلق بالمأكولات البحرية؟ يعني تم قليها بشكل جيد مثلا؟ الطهي بشكل جيد، هو المهم. الطهي بشكل جيد، ومعرفة مصادر أخذ هذه المأكولات، مصادر كتير مهمة. دكتور، ما هي الآلية التي تؤثر بها الضمة الكوليرية على جسم الإنسان، وفي بعض الحالات لا سمح الله تؤدي للوفاة؟ جرثومة ضمة الكوليرا تطلق ذيفان معوي. هذا الذيفان يرتبط على مستقبلات في الأغشية المخاطية للأمعاء الدقيقة.
مؤديا إلى حدوث التهاب وانمحاء في هذه الذغابات تعيق امتصاص الماء والأغذية في هذا الجزء من الأمعاء الدقيقة، يؤدي إلى فقد كميات هائلة من السوائل. هنا يجبر الجسم على سحب السوائل. تمام. الجسم ما عم يمتص السوائل في هذا الجزء من الأمعاء الدقيقة، فيؤدي إلى التخلص من كميات هائلة من سوائل الجسم. فلهذا مرض الكوليرا يؤدي إلى تدهور سريع بالأعراض. خلال 4 إلى 12 ساعة ممكن المريض يفوت بصدمة، ومن 18 ساعة لعدة أيام قد تحدث الوفاة إذ لم يتم تدارك الوضع والأخذ العلاج الطبي المناسب. في أي البيئات دكتور سالار بيزداد خطر الإصابة، وأي الأشخاص هم المعرضون أكثر من غيرهم للإصابة بالكوليرا؟ تمام. البيئات، نحن في حالة حرب، فشيء بديهي بيكون المخيمات اللجوء والمدارس والأماكن الفقيرة النامية تكون الحالات عندهم أكثر. بالنسبة للأشخاص المعرضين أكثر، المثبطين مناعيا هم معرضين أكثر. الأشخاص الذين يتناولون واقيات لغشاء المعدة في المضخات البروتون كمان مؤهبين للإصابة. لماذا دكتور؟ بشدة. المعدة تفرز شيء اسمه حمض كلور الماء والبيبسين. عند هؤلاء الأشخاص الإفراز لا يكون جيد. تمام. وحمض كلور الماء والبيبسين قادر على قتل جرثومة أيضة الكوليرا في المعدة. لهيك الناس الأصحاء يكون محمين بشكل أكثر من الناس غير الأصحاء. تحدثت الآن دكتور عن البيئات اللي بتكون الكوليرا فيها، نسبة حدوث الكوليرا أو وجود بكتيريا الكوليرا فيها أكثر. طبعا مسألة المخيمات تعتبر جودة البنية التحتية وسلامة الصرف الصحي هن من العوامل الأهم لدرء خطر انتقال الأوبئة والأمراض. المخيمات اللي بتحوي النازحين دكتور وبتكون شبكة الصرف الصحي فيها غير سليمة، إلى أي درجة تكون بيئة مساعدة للنقل والانتشار إذا لا سمح الله رصد فيها جرثومة الكوليرا؟ تمام. في هذه البيئات وفي هذه المخيمات إذا لوحظ إصابة واحدة ممكن أن يعدي المئات، وخاصة عندنا كذا مخيم. يعني ليش؟ لأنه ما في قنيات صرف صحي. ممكن هذه المياه الملوثة تكون مكشوفة للأطفال للحيوانات، فيؤدي إلى نقل المرض بشكل أكثر. على من يكون تأثير أكبر فيما يتعلق بالعمر، على الكبار أم الأطفال عند الإصابة بالكوليرا؟ على الأطفال وعلى الكبار السن والمضاعفين مناعيا كما قلنا. يعني الكبار السن والأطفال هم الأكثر تأثيرا عند الإصابة، لأن مناعتهم تكون ضعيفة أقل. نتحدث عن تشخيص دكتور سالار. يتم التشخيص داء الكوليرا من حيث أخذ القصة المرضية بشكل جيد والفحص السريري الجيد وتحليل البراز. يأتي المريض ناخذ القصة المرضية من أيمتى بلشت ما عنده الإسهالات، كمية الإسهال، لون الإسهال، هل هو شبيه بماء الأرز أم لا، فحص السريري هل هناك تطبب البطن، نفخة، غازات مرافقة، يوجد إقياءات مرافقة أو لا، ترفع حروري أم لا، كل هذه الأمور نأخذها بعين الاعتبار. كيف يتم التعامل مع الحالات اللي بتكون حاملة للجرثومة؟ العزل أو العلاج. تمام. يعني العلاج راح نبلش بالعلاج. العلاج يكون العزل والإماهة ومن ثم الصادات. نازل المريض، إعطاء الإمهاء الفموي للشخص حسب الحالة. نقوم بالعزل. تمام. لتقييم المريض هل هو مصاب بتشفاف أم لا، بأي درجة هو متأثر يعني. تمام. هل هو مصاب بتشفاف أم لا، وإذا كان مصابا بتشفاف هل تشفافه متوسط أم شديد، لنعرف كيفية إعطاء الإماهة. فإذا ولمعرفة هذا الشيء نقوم بتقييم المريض. تقييم المريض يكون من حيث 6 علامات، وهي حركة المريض، هل حركته جيدة، هل هو هائج، هل هو قليل الحركة أم داخل في سبات. نلاحظ العينين، هل العينين طبيعي شكلهما أم هناك غؤور. اللسان هل هو جاف أم طبيعي. العطش
هل شرب المياه طبيعي أم يشرب بكميات هائلة وبلهفة أم عاجز عن شرب المياه. قرص الجلد نحن نسميها علامة الثانية. قرص الجلد هل هو طبيعي؟ نقوم بقرص جلد البطن، هل هو طبيعي أم يعود ببطء أم يعود ببطء شديد؟ إذا كان ببطء وبطء شديد فهي أحد العلامات. أي جفاف متوسط وشديد. النبض الكعبري هل هو طبيعي أم يتباطأ أم غائب غير مجسوس؟ هذه العلامات توجهنا معرفة حالة المريض بالضبط. هل هي خفيفة أم شديدة أم متوسطة؟ إذا كانت خفيفة قلنا نبدأ بالإماهة. إذا كانت خفيفة نقوم بإعطاء محلول الإماهة ظروف نحن نسميها ORS، ظروف الأملاح. إذا كانت متوفرة نقوم بوضعها في لتر ماء. في لتر ماء يكون الماء عقيم طبعا. يقوم المريض بشربها 50 ملي لكل كيلوغرام من وزنه خلال 6 ساعات. 50 ملي لكل كيلوغرام من جسمه خلال 4 إلى 6 ساعات. المريض في هذه الحالة يكون مراقبته في المنزل، يراقب أوضاعه، الحالة الصحية نفسه بنفسه ومن قبل الأهل. لا يحتاج دخول المشفى طبعا. إذا كنا في منطقة نامية لا يوجد صيدليات، لا يوجد أطباء، الأم بنفسها تستطيع صنع هذا المحلول. كيف؟ تقوم بغلي الماء بدرجة حرارة 100 لتر من الماء، تقوم بجلب 8 ملاعق من السكر، ملاعق كبيرة من السكر، ونصف ملعقة صغيرة من الملح. تقوم بوضعها في هذا اللتر وتقوم بشرب طفل بإعداد هذا الخليط في حال إذا كان المريض المصاب ما كان في مشفى قريب وحالته بتستدعي التدخل الفوري لنجاته، فالأمهات أو أي حدا قريب من المريض هذا الخليط اللي هو غلي لتر من الماء مع 8 ملاعق من السكر ونصف ملعقة من الملح لحين إيصال الشخص للمشفى إلى العيادة أو مركز الرعاية الصحية الأولية أو المشفى. نعم. إذا كان هناك تجفاف متوسط نقوم بإعطاء 80 ملي من هذا المحلول لكل كيلوغرام من وزن الجسم كمان في خلال 6 ساعات. تمام. المراقبة تكون في هذه الحالة في المشفى، تكون مراقبة لمدة 6 إلى 12 ساعة. وإذا كان هناك إقياءات لأكثر من 3 مرات نستبدل هذا المحلول بإماهة الوريدية. تمام. الحالة الثالثة وهي الحالة الشديدة، نقوم بإعطاء 100 ملي لكل كيلوغرام من وزن الجسم. طبعا المحلول ما يكون محلول إماهة الفموية، محلول رينجر لاكتات من خلال الوريد. عند الأطفال الأقل من سنة نقوم بإعطائهم 30 ملي خلال الساعة الأولى و70 ملي في خلال 5 ساعات المتبقية. عند الأكثر البالغين والأطفال الأكثر من عمرهم أكثر من سنة كمان نقوم بإعطائهم 30 ملي خلال نصف الساعة الأولى و70 ملي خلال 2.5 ساعات المتبقية. طبعا حالات الإصابة بالكوليرا تكون غالبيتها كافي إماهة فموية. 20% من الحالات فقط تتحول إلى الشكل الشديد. وعندما يتهيأ المريض لاستقبال الصادات نقوم بإعطائه الصادات، والصادات تعطى بس بالحالات التجفاف الشديد. يوصى بإعطائه بس بحالات التجفاف الشديد. الصادات عندنا عدة صادات الخط العلاجي الأولي هي الأريثرومايسين والدوكسيسيكلين والتتراسيكلين. خط العلاج الثاني هي السلفاميتوكسازول والأمبيسيلين. وهناك أدوية أخرى مثل الأزيثرومايسين والسبروفلوكساسين كمان يمكن أن نعطيها للمريض. نعم دكتور، للكوليرا هناك لقاحات، وما أهمية عملية التطعيم وإعطاء اللقاحات للأشخاص في زيادة المناعة لدى الأشخاص بشكل عام؟ هناك 3 لقاحات فموية، الديوكورال، اليوفيتشول بالاس واليوفيتشول. هذه اللقاحات يجب إعطاؤها 3 جرعتين من هذه اللقاحات 3 لتأمين حماية كافية للمريض. طبعا الحماية لا تكون 100%، إنما يجب الوقاية أيضا. الوقاية، وإلى جانب أهمية مسألة البنية التحتية والصرف الصحي والمياه المعقمة، كلها عوامل بتكون مساعدة فيما إلى جانب المناعة اللي ممكن الشخص ياخذها من خلال هذه اللقاحات.
دكتور، بالعودة إلى الإسهالات، ما هي عوامل الخطورة عند الإصابة بالإسهالات بشكل عام؟ تمام. عوامل الخطورة كما قلنا الوقاية من الدخول في التجفاف، لأنه إذا دخلنا في التجفاف ممكن أن ندخل في قصور الأعضاء، وإذا دخلنا في قصور الأعضاء السبب الأرجح هو الوفاة. لهيك الخطورة تكون في حدوث التجفاف تدارك هذه الحالة. يجب تدارك هذه الحالة فورا. بكل الحالات بيكون كتير مهم، سواء كان المرض كوليرا أو أي مرض آخر، بيكون الإسهال هو العرض الرئيسي، إنه يتم تزويد الشخص بالسوائل وشرب السوائل. هذا هو خط العلاج الأول عند الإصابة بالكوليرا أو الأمراض الأخرى. نعم. التهابات المعوية. دكتور، يعني كما يقال عن الكوليرا هو مرض الحروب، ونحن نعيش في بيئة حرب منذ أكثر من 10 سنوات. كيف تقيم واقعنا البيئي في روجافا؟ واقعنا البيئي في روجافا جيد بالنسبة للمدن ومراكز المدن. أما بالنسبة للأرياف، بعض الأرياف والمخيمات للأسف يجب العمل عليه أكثر. فيما يتعلق بمسائل البنية التحتية طبعاً يجب العمل عليه أكثر للحد من ظهور هذه الأمراض، ليس الكوليرا فقط، الكوليرا والأمراض الجلدية والأمراض التنفسية. فيجب التوعية بشكل أكثر، العمل على البنية التحتية بشكل أكثر. هذه تتطلب وخاصة في المخيمات. في المخيمات بشكل رئيسي. في المخيمات لأن هناك اكتظاظ سكاني، كميات هائلة من السكان في بقعة صغيرة، فيجب تدارك الوضع بشكل جيد. أهمية المياه المياه الشرب بتكون معقمة بدرجة كافية، وأحيانا نحن بنعيش أزمات، وخاصة بهذه السنتين مسائل عدم توفر المياه، أو مدينة الحسكة لأكثر من عام وعامين كانت تفتقد للمياه الكافية من الشرب. فكتير مهم أنه مسألة المياه تكون نظيفة ومعقمة للحماية من الإصابة بالأمراض بشكل عام، وخاصة الكوليرا، لأنه كما أشرت هو مرض بينتقل عن طريق المياه الملوثة وعن طريق النباتات والخضروات والفواكه اللي بتكون مسقية بمياه ملوثة. ممكن يكون هن عوامل بيؤدوا للإصابة بالكوليرا إذا لا سمح الله رصد أي إصابة بالمنطقة. وكما يقال دكتور سالار، درهم وقاية خير من قنطار علاج. بختام لقائنا، ما هي النصائح التي يمكن توجيهها بشكل عام وللأفراد بشكل خاص فيما يتعلق بالحماية من الأمراض وخاصة الكوليرا؟ تمام. الشيء الأهم هو الاهتمام بالنظافة الشخصية، غسل اليدين بعد الخروج من دورات المياه، غسل اليدين بشكل جيد قبل تناول الأطعمة، غسل الفواكه والخضروات بشكل جيد بالماء والصابون وليس بالملح، لأنه قبل شوي قلنا أنه المأكولات البحرية كمان تكون مستودع لهذه، فالملح لوحده غير كافي لعقامة، لا يكفي الملح عقامة الخضروات من جرثومة هيضة الكوليرا. العمل بشكل تثقيفي أكثر في المخيمات وأحياء على من يقع هذا العاتق؟ عاتق كوادر التثقيف الصحي، ونحن المنظمات العاملة في المجال المنظمات العاملة، الموظفي الصحة العاملين في مراكز الرعاية الصحية وفي المشافي وفي العيادات، الأطباء، الممرضين، الكل بشكل عام يقع على عاتقهم تزويد الناس بالتثقيف الصحي الجيد في الحد من هذه الأمراض. نعم. تأمين مياه الشرب كما قلتي قبل شوي من مصادر موثوقة، وهذا شيء يقع على عاتق دوائر المياه. دوائر المياه يجب أن يلبوا للناس المصادر المياه. كلنا بنعرف الوضع اللي عم يعيشه مدينة الحسكة بالأخص. الأزمة الخانقة للمياه منذ عدة سنوات. يجب تأمين المياه لهذا الشعب، والمياه تكون مصادر موثوقة. نعم. دكتور، إذا حابب تضيف أي شيء بختام لقائنا تفضل. حابب أضيف أنه عند الإصابة بأي نوع من أنواع الإسهالات يجب البدء بالإماهة. البدء بالإماهة لحين الوصول إلى أقرب مركز صحي، البدء بالإماهة للوصول إلى المشفى، العيادة. العلاج الأساسي والرئيسي في هذه الحالة هو الإماهة.
نعم، كثير الشكر لك دكتور سالار عبد الله، كنت معنا بالاستوديو تناولنا موضوع كثير مهم اللي هو الإسهال والكوليرا. الله يبعد المرض عن المنطقة وعن الجميع يا رب. وكثير الشكر لكم مستمعي ومشاهدي إذاعة بوير اف ام. هيك خلصت حلقتنا من برنامج الصحة النفسية والجسدية، معي أنا من وراء المايك إعدادا وتقديما شيف حسن. إلى اللقاء. بوير اف ام. هذا البرنامج برعاية هيئة الصحة المحلية المدعومة من منظمة دولية إنسانية طبية غير حكومية تعمل في مناطق الإدارة الذاتية شمال وشرق سوريا.